صاحب الفضيلة، لعلنا نقف مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، إلى آخر الحديث. نقف وقفات يسيرة مع هؤلاء الدعوات. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا ما تصلح به قلوبنا وتستقيم به أعمالنا وتعلو به منازلنا عنده. هو الولي القادر على ذلك ذو الفضل والمن والإحسان. فيما يتصل بخير الكلام كلام الله جل وعلا، وأصدق القول قوله جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان هديه أسوة ونبراسا لكل من أراد الجنة، والله تعالى قد جعله إماما للمتقين وهداية للناس أجمعين، وأرسله جل في علاه للإنس والجن. قال جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فكان صلى الله عليه وسلم رحمة لهؤلاء جميعا في دلالتهم على الطريق الموصل إلى الله تعالى، في بيان ما لله عز وجل من الكمالات. ولذلك كانت حياته حياة مليئة بتحقيق العبودية لله عز وجل وإصلاح الدنيا، فإنه قد جمع صلى الله عليه وسلم بين صلاح الدنيا وصلاح الدين. وكان في غاية الحرص على أهل زمانه وعلى الناس كافة في كل زمان ممن بعث فيهم صلى الله عليه وسلم لهدايتهم ودلالتهم على الخير، حتى إنه تمنى أن يلقى إخوانه صلى الله عليه وسلم وهم الذين آمنوا به ممن لم يلقاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه وكان قريبا منهم، فكان من تحقيق ما وصفه الله تعالى به بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان إذا انفض مجلسه دعا لأصحابه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي وأصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما قام من مجلس إلا وقال دعا لأصحابه بهؤلاء الدعوات. ثم ذكر جملة من الدعوات تجمع خير الدنيا والآخرة. أولى هذه الدعوات دعوته صلى الله عليه وسلم بما هو مصدر كل خير ومبدأ كل فلاح، وهو خشية الله جل في علاه. وخشية الله مراتب ودرجات، من قام في قلبه الخشية كان من المفلحين. وقد أمر الله تعالى بخشيته وجعل خشيته سببا للفوز والنجاة والنجاح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعواته لأصحابه: واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك. اقسم لنا أي يسر لنا بفضلك وإحسانك من خوفك الذي يقترن بالتعظيم، لأن الخشية خوف مقترن بالتعظيم، وهذا فرق بينه وبين الخوف. الخوف قد يكون من معظم وقد يكون من غير معظم، لكن خشية لا تكون في غالب مساقاتها إلا في سياق من يعظم ويجل. فاقسم لنا من خشيتك، يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك، أي نصيبا منها. قد تكون هذه للتبعيض وقد تكون هذه لبيان المقسوم، وهو الخشية. ما تحول به بيننا وبين معصيتك، يعني القدر الذي يحصل به الامتناع عن المعصية. ولو قال قائل: ما هي المعصية؟ يمكن يتبادر إلى أذهاننا أن المعصية هي فعل المحرم أو انتهاك الحرمات، وهذا معنى صحيح، لكن ينبغي أن يعرف أن المعصية تكون من جهتين أو بأمرين: تكون بفعل ما نهى الله تعالى عنه، كما تكون بترك ما أمر الله تعالى به، فكلاهما معصية. فترك الواجبات معصية، كما أن التورط والوقوع في المحرمات معصية. وبالتالي المعصية ليست فقط هي التورط في المحرمات،
من المنهيات. نعم. إنما هي ذلك، أضف إلى هذا ترك الواجبات. نعم. فالمؤمن يسأل الله تعالى هذا السؤال، وإذا كان يسأله لأصحابه ويقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، يعني القدر الذي يكون حائلا بيننا وبين المعصية. نعم. وهذا القدر من الخشية هو أدنى ما يجب على المؤمن، لأن الخشية مراتب ودرجات. صحيح. أدناها هو أن يكون مانعا لك من مواقعة السيئات، من مواقعة المحرمات، سواء ذلك بترك الواجبات أو كان ذلك بالوقوع في المحرمات. أما ما زاد فهي مراتب ودرجات، ويتفاوت فيها الناس تفاوتا كبيرا. لكن هنا سؤال، هذه الخشية ما الذي يوجبها، أي ما الذي يثبتها في قلب العبد؟ ما الذي يجعل الإنسان ذا قلب يخشى الله تعالى؟ إن ذلك يكون من طريق العلم بالله عز وجل ومعرفته. نعم. فبقدر ما مع الإنسان من المعرفة والعلم بالله عز وجل، بقدر ما يكون معه من خشية الله عز وجل. نعم. لك أن تقول ما الدليل حتى نغلق الحديث؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق ذكره لما من الله به عليه قال أما والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، وفي رواية وأتقاكم له. والتقوى والخشية قرينان، فالمتقي يخشى والتقوى ثمرة الخشية. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك والمستمعين والمشاهدين والمشاهدات والمتقين الذين عمرت قلوبهم خشية الله تعالى وتعظيمه. آمين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.